وجاب توظيفها وهدفها. حتى الكلمة الحلوة اللي بتطلع بقت مقولة حق يراد بها الله. والكلمة الحلوة بتوظيفها الصحيح جابت أو ماتت بمعنى أصح. فأنا لما سمعت الكتابة جميل ده كانت سعادتي مش إن أنا أجي أحضر والناس تشوف، لا الموضوع مش كده، لأن إحنا لعبة الكراسي الموسيقية إحنا أكبر منها ومش هي دي الهدف. هو الهدف في نزولنا في ترشيحات الشعب أو الشورى أو الكلام ده كنا بننزل لبس نوع من الوعي الثقافي، لأن أنا مؤمن بحاجة لن ينصلح حال مصر مطلقا إلا بإعادة بناء المواطن المصري. بناء الثقة مواطن المصري حاله يبتدي من أول وجديد. منظومة وأنا ماجي لازم تخلص منها. منظومة ماليش دعوة. منظومة اشمعنى. منظومة إن أنا الكرسي وماليش دعوة بغيري وإن جالك الطوفان مش عارف إيه. كل هذه المنظومات الإلزامية إذا لم تندثر من حياتنا لن تعلو لنا كلام. ويمكن كان اللي شد الاستضعاف وعشان كده هو بيورطني ان كان بيكلمني في السياسه فبقول له السياسه خربت والدنيا خربت. لا في خير لسبب بسيط قوي. هو قلت له كان في اغاني جميله لسيناها فهو بص يعني ايه قلت له لا احنا كان في اغنيه بتقول اخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفدا انتهت فنسينا المنظومه الجهاديه. فضحك وهو برضه فكر شويه عايز يتكلم. قلت له الثانية أنا إن قدر الله مماتي لن ترى الشرق يرفع رأسه بعدي وهذا ما نحن فيه. وبعدين حاجة يرسل لك النهارده تفتح التلفزيون تتفرج عليه حاجة يرسل لك تونس مدى بعضها الجزائر متأهلة 60 ميل مش عارف الصومال ما اعرفش ايه السودان بتتقطع والحمد لله وكلنا واقفين مبسوطين قوي الحمد لله زي الفل. الشغل شغال في اليوم المقدمة للتقطيع وكلنا زي الفل والدنيا خربت في مصر وبتاع وفيلم كده مسرحي علشان يتكلموا فيه بره بس برضك بعيد عنهم مش هيحصل. فمثل كنانة الله في أرض من أرادها بسوء فسمعوا الله. الموضوع منتهي مش هيقدروا علينا احنا بالذات مش هيقدروا. أرفض هذه الكلمة مع الاحترام الشديد لحضرتك. نحن لسنا فراعنة نحن مصريون وحشانا أن نكون فرعون أو قوم فرعون. مع احترام الشديد جدا لكل السادة المثقفين اللي بيطلعوا في الإعلام والإعلام يقول لك نحن الفراعنة. أنا أشبه هذه الكلمة وأرفضها تماما لأننا لسنا بفراعنة نحن مصريون. أما فرعون لا فرعون طغى وتكبر. الحلال بين والحرام بين وما بينهما متشابهات ولنا أن نفخر ونقول نحن مصريون أصحاب حضارة ورع ولا نقول نحن الفراعنة لأن نحن مصريون. لأن قوم فرعون فازاي العرب هذا المكان واجب لمسؤول لإعادة الثقة وإعادة السلام والجمال والجميل المدني زي ما حضرتك أنت قلت احنا هنعيد إن شاء الله يعني في الليل نحن عارفين عايزين نسمع كده كلمة حلوة منك في الأدب الشباب اللي أنت عملته. أنت قلت آخر جواب الظالمون المدى وبعدين دخلنا طب أنت ما قلتيش حاجة عن أكتوبر. ده أكتوبر هو الجمال كله اللي النهارده وليه احنا مصر لحد النهارده ما تحتفل طول عمرها ما تجيبش 6 اكتوبر معانا. نصر اكتوبر الجميل يجب الا نغفله حيث ان بالفعل بدانا نغفله. لابد في اي انتصار في الدنيا ان تستثمره. هل استثمار في مصر استثمار صحيح؟ لا. إذن علينا أن نستثمر مصر أكتوبر لا نتكلم إن شاء الله. كفانا غناء وكفانا بكاء. أنا قلنا في هذا الكلام مصر كلمة بتهز الوجود. مصر غنوة بفم كل مولود. مصر شعلة منورة الغروب عملها زمان مينا وأجياله وسلموها وقتلنا جمال وإخوانه. وعشان كده يا شباب مصر المجيدة اسمعوا كدوا ما يجيش من المسيح. الله. نشكر المغرب احنا بنشكر